وقت قليل بات يفصلنا عن مونديال روسيا، وباقترابه تزداد رغبة عدد من اللاعبين في التألق داخل أنديتهم من أجل بعث رسالة لمدربي منتخباتهم الوطنية. المغربي زهير فضال مدافع ريال بيتيس واحد من اللاعبين الذين يرغبون في الحصول على رضا الفرنسي إيرفي رونار من أجل المشاركة في العرس العالمي. كتيبة ريال بيتيس ويوم من أيام التدريبات المعتادة. هنا يتواجد زهير فضال اللاعب المغربي الذي يشغل مركز الدفاع في النادي الإسباني، سعيد بلعبه في لا ليغا حيث يريد الاستمرار طويلا. أنا في لا ليغا فرحان بزاف حيت بطولة ممتازة، وإن شاء الله كنتمنى نبقى مدة طويلة في لا ليغا إن شاء الله. هذا واحد من الأهداف ديالي، نعمل مباراة كثار في لا ليغا ان شاء الله. عكس زهير فضال الذي افصح عن ارتياحه في بيتيس، رفض صديقه الجزائري رياض بودبوز الحديث عن صعوبة تأقلمه مع الفريق وعن مدى صحة شائعات عودته إلى فرنسا في نافذة الانتقالات الشتوية، تاركا أمر الجواب لزهير. بودبوز لاعب ممتاز، لاعب كبير ما شاء الله عليه، وكنتمنى له التوفيق. فنقدر ناكدكم بانه هو هنا في ريال بيتيس فرحان بزاف، وكنتمنى له التوفيق هنا مع الفريق ريال بيتيس. هو ما كيفكرش شي حاجه اخرى من غير ريال بيتيس، ولكن خير فيما اختار الله اعلم. كنتمنى له غير التوفيق ان شاء الله. زهير ولد في مدينه تطوان عام 89 900 وألف، وفيها استهل اللعب في عمر مبكر قبل انتقاله وعائلته إلى إسبانيا في عمر السادسة ليلعب في العديد من الأندية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ابن الشمالي ليس مكتفيا بتواجده في الدوري الإسباني، بل يطمح إلى استعادة موقعه مع المنتخب المغربي منذ آخر مشاركة له عام 2015. كنتمنى نرجع للمنتخب الوطني حيت هذاك هو الهدف ديالي. اي لاعب كيتمنى يلعب مع البلاد ديالو، وان شاء الله الهدف ديالي هو نعمل مباراة مزيانين في ريال بيتيس باش نكون حاضر في المنتخب الوطني ان شاء الله في كأس العالم الروسي. يدرك زهير فضال أن التأهل إلى الدور الثاني في مجموعة تضم إسبانيا والبرتغال لن يكون سهلا، لكن أمله قوي في أسود الأطلس ككل المغاربة، خاصة وأن دور المجموعات أثبت في نسخ كأس العالم السابقة صعوبته على كل المنتخبات القوية منها والضعيفة.